النهارده بقى هنعمل مع بعض كبدة اسكندراني، بس الكبدة دي جات لي كده على تغفيلة. قومي اعملي لنا كبدة اسكندراني، فانا كنت مش عارفة اعمل ايه. بصوا كل اللي انا هعمله ده كله معاكم في الفيديو ده لازم تكوني غاسلة الكبدة بتاعتك. في ناس بتحب تغسلها وناس لا، تكوني غاسلة الكبدة وتحطي فيها التوم وتحطي فيها التوابل وتحطي فيها كل حاجة وتنزلي بيها في الزيت وهو سخن. تمام. بس انا عملتها دي لانها اتفاجئت كانت سريعة بالنسبة لي. دلوقتي انا نزلت في الزيت في توم وبعد كده نزلت بالكبدة وقعدت اقلب فيها زي ما قلت لكم يا جماعه. كل اللي انت ونقطه الخل دي برضو بتحطيها قبل ما تحطي الحاجات دي على النار. انت بتحطي الكبده مع الثوم مع البهارات بتاعتها. بصي خلطه الكبده الاسكندراني دي تحفه، بتخليكي كانك بتاكلي كبده من بتاعه العربيات حرفيا، والله العظيم حرفيا. انا جايبه الكيس ده واحط منه كل فتره. كل ما بجيب يعني بجيب كيس واحط منه. حطيت هنا شويه فلفل اسود وشويه الملح. طلعت خرافه والله العظيم. هي كده خلاص هقطع عليها بقى قرن فلفل وايه. اهو بصوا كده، ما بتاخدش حاجه منك حرفيا، يعني اسهل حاجه سريعه جدا جدا وخلصت بسرعه. زي ما قلت لكم انتوا كل الحاجات دي بتتبليها فيها من الاول وبتنزلي بيها في الزيت وهي كده بتبقى خلصت. بس انا ما كانش عندي وقت واتفاجئت فعملتها كده وطلعت جميله على فكره، ما طلعتش وحشه. وده شكلها لما خلص اهي. خلصت شكلها جميل جدا جدا. هنا عامله جنبيها شويه مكرونه وهنا شويه السلطه دول كانوا فايضين من امبارح حطيتهم.